بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقدم إلى العلياء يا شبل الهدى، ورتل كلام إلهنا المتعالي. يا شبل القرآن، لك من الوجدان تحية، بل ألف تحية وتحيتي. حياك ربك إذ قرأت كتابه، ونهلت من عذب المعين سبيلا. أيها الحفل الكريم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بالحبيب الزائر، يفديه سمعي والفؤاد وناظري. أيها الحفل المبارك، في بيوت الله ينسج الأبناء قانون الحضارة، ويزدانون بتيجان الأخلاق، ويرفلون في حلل الإبداع والتميز. تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. فهل بعد ذلك من عز وفخر وانتصار؟ حياكم الله جميعا في مدرسة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان رحمه الله بجامع آل عشيوان في الحفل الختامي لدورة رياض الجنان الرمضانية الثامنة، على شرف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. ونرحب بالشيخ عثمان بن ناصر العثمان، المشرف العام على هذه المدرسة المباركة. أيها الحفل الكريم، ينال قارئه من جود قائله، والخير من فيض جود الله منسكب. الحرف أجرته 10 يضاعفها، رب كريم عن الأبصار محتجب. آياته نسخت ما كان من كتب، فحكمه ذاهب في الناس ما ذهبوا. بداية وخير بداية، آيات من كلام الرب الجليل المنان، يتلوها على مسامعكم الطالب أحمد محمد صالح، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا،
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يرحب وإياكم بفضيلة الشيخ المقرئ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، فضيلة الشيخ المقرئ أحمد بن خليل شاهين. نستأذن فضيلتكم بتكريم الطلاب المتميزين. تفضل الشيخ أحمد بتكريم الطلاب المتميزين. الطالب عبد القادر عبد الكافي. الطالب أبكر محمد نور إدريس. الطالب مجدي إبراهيم عوض محمد. الطالب عبد الله عيسى خلف الحمادة. الطالب عبد الملك محمد الهاشمي. الطالب فايز بن سالم الشهري. الطالب إبراهيم محمد نور. جايزتك يا فايز، جايزتك. الطالب نواف بن علي الغروي. الطالب عبد العزيز طه أحمد. الطالب سعيد محمد القحطاني. الطالب محمد محمود جبر. الطالب خالد بن يوسف المالكي. الطالب عبد الله علي البكري. الطالب سيف مطلق المالكي. الطالب محمد أحمد وهاب. الطالب أنس حبيب الله ضياء الحق. الطالب أحمد طه يوسف أحمد. الطالب عبد الرحمن عبد القادر عبده.
شكر الله لفضيلة الشيخ أحمد بن خليل شاهين وقوفه لهذا التكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. نستمع وإياكم مع تلاوة من حلقة تصحيح التلاوة، ويتفضل الشيخ شينان بن سعيد الشهري مشكورا مأجورا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شكر الله لك على هذه التلاوة المباركة، وأسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته. نترككم الآن مع كلمة لصاحب الفضل الكبير الذي يقف خلف هذه الجهود المباركة، لم ينسنا طوال هذه السنين العامرة في خدمة القرآن وأهله. يتفضل الشيخ عثمان بن ناصر العثمان المشرف العام على هذه المدرسة المباركة بكلمته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فباسمكم جميعا وباسم أهل الحي وباسم الحاضرين جميعا وباسم الأبناء الحافظين لكتاب الله نرحب بمعالي الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة، الذي اقتطع من وقته الثمين والعزيز في هذا الشهر الكريم وحضر مع أبنائه وإخوانه في تكريم هذه الكوكبة المباركة التي ستستلم بإذن الله عز وجل الراية من العلماء العارفين الذين نستنير بعلمهم، صاحب المعالي وزملائه وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فهؤلاء الأبناء الذين يؤموننا في المساجد ويحفظون كتاب الله هم خلفاء هؤلاء العلماء، فلا غرابة أن يأتي معالي الشيخ ويشارك في هذه الفرحة المباركة في تكريمهم وتحفيزهم وتشجيعهم، فله منا الشكر والتقدير والثناء والدعاء له ولوالديه ولذريته بالصلاح وحسن الاستقامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الحاضرين القبول والتوفيق وأن يعظم أجر الجميع. الحمد لله على هذه الساعة. أنا أخبرت زملائي ألا كلمة لي في هذه المناسبة نظرا لضيق وقت معالي الشيخ، فهو على وشك السفر إلى مكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصله بالسلامة. ولكن أما وقد قدم أخونا لي بأن أشارك بهذه الكلمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لإخواني وزملائي. يحضرني الآن الحقيقة أن أؤكد أولا اجتماع الكلمة في هذه المدرسة،
أن يجتمع الزملاء وقيادة المدرسة والأساتذة والطلاب المتميزين على كلمة سواء يحكمهم في ذلك كتاب الله وشرع الله والنظام القائم في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. وهذه الدولة الموفقة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. علينا جميعا أن نأتمر وأن نمتثل كل التعليمات والتعميمات المنظمة لهذه الأعمال الخيرة والمباركة حتى تدوم وتستمر أعوام وأيام وشهور ودهور بإذن الله عز وجل، كما كانت ولله الحمد والمنة فقد قاربت أو أتمت 30 عاما وهي قائمة على أحسن وجه ولله الحمد والمنة. فكما سمعتم في النبذة المختصرة بأن هذه الدورة هي الأولى على مستوى مدينة الرياض، فلله الحمد والمنة. كما أوصي أيها الإخوة زملائي جميعا بأن يكونوا على أتم التنبه والحذر من أي فكر يريد أن يخترق هذه الحلقات أو يريد أن يغزو أذهان أبنائنا، ذلك الفكر المنحرف، ذلك الفكر الضال الذي يأتي باسم القرآن وباسم الحلقات وباسم الدين وباسم الجهاد، ثم يصرف وينحرف أو يحرف أبناءنا عن الطريق والجادة السليمة. فأنا أنبه زملائي على هذا الفكر ولله الحمد والمنة، فإن هذه الحلقات سليمة وقويمة وغيرها من الحلقات، وعلى العموم حلقات القرآن في هذه البلاد وغيرها ولا بعيدة عن هذا الشهر ولا الشر، ولكن من باب الاحتياط فإن هذه الحلقات ولله الحمد والمنة إن أبناءنا يحملون فكرا سليما قويما وعلى وفاق واتفاق وعلى سمع وطاعة لولاة الأمر في هذه البلاد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أخيرا أيها الأخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم القائم والداعم لهذه الحلقات تلك السنين الطويلة الذي هو الشيخ محمد بن صالح بن سلطان رحمه الله رحمة واسعة، وأن يصلح أبناءه وأحفاده من بعده لمواصلة مسيره وعمله الصالح. كما نشكر زملائنا جميعا الحاضرين والغائبين القائمين على هذه الحلقة والداعمين لها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير. وأختم كلامي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ عثمان بن ناصر العثمان على هذه الكلمة المباركة. نستأذن فضيلتكم بتكريم حلقة تصحيح التلاوة. الشيخ عثمان تفضل. الطالب أحمد منصور أحمد عكاش. الطالب سعد مقبل ظافر القرني. الطالب سلمان حسين حسن الجابري. الطالب شينان بن سعيد الشهري. الطالب عبد الرحمن عبد اللطيف السيد. الطالب عبد العزيز بن محمد الزهراني. الطالب عبد الله بن أحمد الشهري. الطالب عبد الله محمد سعيد القرني. الطالب عبد الله محمد علي الشهري. الطالب علي فواز شارع القحطاني. الطالب علي محمد يحيى دريبي.
الطالب لاحق بن سعيد بن صالح الزهراني. الطالب محمد بن علي حدادي. الطالب إبراهيم حسني موسى الهليس. الطالب أحمد بن إبراهيم سراج محمد. الطالب عادل عليان علي مجرشي. الطالب سلمان ضاري سلمان العباس. الطالب ظافر علي محمد القرني. الطالب عادل عليان علي مجرشي. الطالب عبد الرحمن محمد عايض الشهري. الطالب عبد القادر الطاهر رحمة الله منصور. الطالب عبد المجيد عبد الله سعيد القحطاني. الطالب عبد المنعم عبد الجليل الدردري. الطالب علي بن حسين محمد البكري. الطالب نايف عبد الله عبدو حسن. الطالب يوسف متعب الحربي. الطالب حسن هادي المرير. شكر الله لفضيلة الشيخ عثمان بن ناصر العثمان لوقوفه على هذا التكريم. يا قارئ القرآن، اقرأ وارتق ورتل الدرجات، واستفتح الفردوس بالآيات، ردد كلام الله واستسق الهدى، واملأ فراغ القلب بالخفقات. نترككم الآن مع نموذج من حلقة نور البيان. الطالب محمد أحمد وهاب، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في
ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الحضور الكرام، بشرى من فاعل خير تبرع بمبلغ 10,000 ريال، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. نترككم الآن مع كلمة لراعي الحفل الذي تكبد عناء المسير رغم أشغاله الكثيرة، شكر الله له وجعلها في موازين حسناته، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، فليتفضل بكلمته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سعيد هذه الليلة بتكريم نخبة من أبنائنا الطلاب لارتباطهم بكتاب الله عز وجل، وإن الأمة لا تزال بخير ما دامت معظمة لكتاب ربها وما دامت محتفية بأهل القرآن، فإن أهل القرآن هم الذين يستحقون العناية والاحتفاء والتكريم. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه كان يدني أهل القرآن منه ويجعل لهم مكانة خاصة. أيها الإخوة، وإن هذه الحلقات، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لهي من نعم الله تعالى علينا في هذه البلاد، فقد انتشرت في أرجاء هذه البلاد حتى لا يكاد يوجد مسجد إلا وفيه حلقة أو حلقات. هذه الحلقات رأينا ثمارها يانعة. معظم أئمة المساجد في المملكة هم من خريجي هذه الحلقات، ومعظم أئمة الحرمين إن لم يكن جميعهم من خريجي هذه الحلقات. خرجت العلماء وخرجت الأئمة وخرجت القضاة، فها نحن نرى الثمار يانعة ولله تعالى الحمد والمنة. هذه الحلقات أيها الإخوة هي محاضن تربوية آمنة لشبابنا. أقول هذا ونحن في هذا العصر الذي نعيشه، والذي قد انفتح فيه العالم بعضه على بعض، وأصبح العالم كالقرية الصغيرة، وأصبح شبابنا مستهدفون في عقر دورهم، مستهدفون من أعداء الإسلام عن طريق وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، وبخاصة الانترنت. فانفتح على الشباب خاصة وعلى الناس عامة، انفتحت عليهم أبواب شبه، أبواب فتن شبهات وفتن شهوات. ورأينا أثر تلك الفتن على بعض شبابنا، فمنهم من جنح إلى الغلو وإلى الالتحاق بركب الجماعات التكفيرية التي أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا، وقد عززها أعداء الإسلام لأنهم يرون أنها تحقق أهدافهم وتحقق ما يريدون بكل يسر وسهولة. ولهذا نجد أن أبرز هذه التنظيمات التكفيرية تنظيم داعش، نجد أنه قد زرع في قلب بلاد المسلمين للنيل من الإسلام ومن أهل الإسلام،
لم نرى هذا التنظيم يوما من الأيام أطلق رصاصة واحدة على اليهود، لم نرى أنه أطلق رصاصة واحدة على الصهاينة في إسرائيل، وإنما ضحاياه من المسلمين وبخاصة في هذه البلاد. وسمعتم بهذا الحادث الإجرامي الذي وقع فجر اليوم في مدينة الرياض من شابين قتل والدتهما وأصاب والدهما وأخاهما. سبحان الله، انظر كيف يتدرج هذا الفكر الخبيث المنحرف بأصحابه إلى هذه الدرجة، حتى يجعلهم أعداء لأمتهم ولمجتمعهم ولأسرهم ولوالديهم. وفي المقابل نجد أثر هذا الانفتاح على بعض شبابنا في التحلل من القيم والمبادئ وفي ركب موجة الإلحاد، وهذا أيضا مسلك خطير. فكلا الطريقين طريق منحرفة، ولهذا فإن على الآباء والأمهات عليهم مسؤولية كبيرة في تحصين أولادهم من بنين وبنات من هذه الانحرافات، من الانحراف والجنوح للغلو والالتحاق بالجماعات التكفيرية، ومن الانحراف في التحلل من المبادئ والقيم، فكلاهما طريق خاطئة. وإن مما يعين على تحصين الشباب من هذا الانحراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لأنها محاضن تربوية آمنة يقوم عليها نخبة من الإخوة الثقات، وتشرف عليها الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. فينبغي لك أخي الأب أن تحرص على ربط ابنك بمثل هذه الحلقات، وإلا فإن ابنك إذا بقي وحيدا في البيت أو أنه ذهب مع شباب لا تعرفهم ولا تعرف توجهاتهم، فربما تفاجأ بانحراف ابنك، إما الانحراف إلى الإفراط والغلو أو الانحراف إلى التفريط والتحلل. أيها الإخوة، إن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إلهام وتوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء، يملكها الوالدان مع أولادهما، يملكها المعلمون، يملكها الدعاة إلى الله عز وجل، هي دلالة وإرشاد إلى طريق الخير. والقسم الثاني هداية الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا الله تعالى وحده، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على هداية عمه أبي طالب، بذل معه جهودا عظيمة إلى آخر رمق من حياته، يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الله لم يرد هدايته فمات على الكفر. والمطلوب من الآباء أن يبذلوا أسباب هداية الدلالة والإرشاد، فيدلوا أولاده ويوجهوهم ويربطوهم بمثل هذه المحاضن التربوية. ومطلوب منهم كذلك أن يسألوا الله تعالى لأولادهم هداية الإلهام والتوفيق. هذا هو المطلوب من الأب. الأب عليه مسؤولية كبيرة تجاه أولاده، وتعظم هذه المسؤولية في هذا الزمن الذي نعيشه. أيها الإخوة، وهذه المدرسة مدرسة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان أحسب أنها مدرسة مباركة، وقد شهدت تأسيسها قبل نحو 30 عاما عندما أسست هذه المدرسة في ذلك الوقت، وكان الفضل بعد الله عز وجل لتأسيسها للشيخ عثمان بن ناصر العثمان الذي كان إمام وخطيب هذا الجامع لسنوات طويلة، وقد استطاع أن يقنع الشيخ محمد بن صالح بن سلطان بافتتاح هذه المدرسة. وأذكر أنه في أول عام أقيم حفل في هذا الجامع،
وحضره الشيخ محمد بن سلطان وألقى فيه كلمة، وأصبح يحضر الحفلة كل عام إلى أن توفي رحمه الله. ثم قام بدوره أبناؤه من بعده، فنسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد بن سلطان وأن يوفق أبناءه لكل خير. وهذه المدرسة لها جهود مذكورة مشكورة ولها جهود مباركة، وما هذه الدورة إلا من ثمارها، وهي دورة تميزت بالبرامج النوعية المفيدة. ومن أبرز هذه البرامج برنامج تصحيح التلاوة، والذي استقطب بعض الإخوة من كبار السن، وهذا التميز لم أره في غير هذه الحلقات، لأن الحلقات الأخرى تركز على فئة الشباب لكنها تهمل بقية الفئات، وهذا قصور. وبينما الحلقات في هذا الجامع استطاعت أن تستقطب كبار السن وأن تستقطب الإخوة الراغبين في تصحيح التلاوة، ونجحت في هذا كما نرى أثار هذا، وكما رأينا في تكريمهم، وأنهم يحرصون على أن يصححوا التلاوة وأن يضبطوا قراءتهم لكتاب الله عز وجل. ولهذا فإنني أوصي بأن تقتدي بقية الحلقات بالحلقات في هذه المدرسة في العناية بهذه الشريحة من المجتمع، وألا يقتصر دور الحلقات على فئة الشباب فقط، بل يشمل جميع الشرائح وجميع فئات المجتمع. أشكر الإخوة القائمين على هذه المدرسة وهذه الحلقات وهذه الدورة المباركة، على رأسهم فضيلة إمام المسجد والمشرف على الحلقات وبقية زملائهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى وأن ينفعنا ويرفعنا جميعا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان على هذه الكلمة المباركة. نستأذن فضيلتكم بتكريم الخاتمين. الطلاب الخاتمون: الطالب أحمد عبد القادر عبده عبد الكافي، الطالب حامد عبد الحميد عبد الوهاب، الطالب الدسوقي البكري محمد البسيوني، الطالب عبد الرحمن عمر كرار عثمان، الطالب عبد الرحمن محمود أحمد رفيق، الطالب عبد الله أحمد حسن غنيمة، الطالب عبد الله عبد الرحمن عبد الفتاح، الطالب عبده محمد عبد الله محمد، الطالب محمود أحمد محمد رفيق، الطالب محمود عبد الستار السيد إبراهيم، الطالب محمود محمد زهرة، الطالب محمد رزق محمود أبو زيد، الطالب محمد هامس عبد الله، الطالب هشام محمد حسين عباس، الطالب محمد إبراهيم محمد شيخ،
الطالب محمد السيد عطية خليفة. الطالب صابر محمد مهدي علي. الطالب صلاح رمضان محمد جامع. الطالب عمر خالد أحمد عبد القادر، حفظكم الله الشيخ. الطالب بدر حمود علي المغارم. الطالب عبد الكريم محمد نور إدريس. الطالب راشد إبراهيم ناصر المزيعلي. حافظ محمد علي سليمان. مسابقة لنتدبر معا هي مسابقة تطرح بشكل يومي على حساب الجامع في تويتر، ونختار كل يوم 6 أسماء ثم ندرجهم في السحب النهائي لهذا اليوم. يتفضل الشيخ سعد بن تركي الخثلان بالسحب على 3 فائزين. الجوائز كالتالي: الجائزة الأولى جهاز آيفون. الفائز بجهاز آيفون علاء الدين. الفائز الثاني بجهاز آيباد أبو مسفر. الفائز الثالث بجهاز لابتوب صاحب الحساب عبد العزيز. مبارك للفائزين. نبقى وإياكم مع تكريم شركاء النجاح. يتفضل الشيخ سعد بتكريمهم. شيخ سعد تفضل بتكريم شركاء النجاح. الطالب ناجي حماد، عفوا الأستاذ ناجي الحماد. السادة صحيفة سبق الإلكترونية، الراعي الإعلامي لهذا الحفل المبارك الإعلامي أحمد المباركي مدير العلاقات العامة. الشيخ عثمان بن ناصر العثمان. الشيخ سعد بن تركي الخثلان. ختاما نشكر فضيلة الشيخ معالي الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان على حضوره لهذا الحفل الكريم وتشريفه له، والشيخ عثمان بن ناصر العثمان
ونشكركم أنتم أيها الحضور الكرام على حسن الحضور وحسن الاستماع. شكر الله لكم، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في بداية الحلقات السنة القادمة بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبسه والديك. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه